مين بديل جون ادوارد في نادي الزمالك؟ سؤال مهم قوي لجمهور نادي الزمالك. مين بديل جون ادوارد ولازم يكون احسن من جون ادوارد؟ النهارده حازم امام طلع علينا باسم كده، هو مين؟ حسام الزناتي. حسام الزناتي ده اصلا كان ميدو قعد معاه هو والجنايني قبل ما يجيبوا جون ادوارد، كانوا عاوزين يمسك مدير التعاقدات في نادي الزمالك، وقعدوا معاه جلسه واتنين وتلاته، بس هو كان عاوز يحترف كمدير رياضي، يكون ماسك حاجة بره وانه ياخد خبرات اكتر. مين بقى حسام الزناتي دوت بقى؟ راجل مسك اصلا ادارة المسابقات بتاعت الدوري المصري في موسمين، مسك وكان مؤسس شركة الكورة بتاعت الجون، وكان مسؤول عن افريقيا بتاعت 2019 اللي كانت في مصر. لا وكمان الوقت ماسك مدير رياضي في نادي دنمارك، يعني واحد عنده خبرة. لا وكمان انا سمعت ان هو زملكاوي ومن الكوادر الحلو، ومن لا واحد صغير وفاهم كور وما بيتكلمش كتير في الاعلام. فهو الصراحة لو هو اللي يعني الاختيار وقع عليه هيكون مناسب أوي 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 أوي. مش معناه انه هيكون احسن من جون ادوارد. انا تجربة جون ادوارد دي كنت شايفها فخمة، فخمة بمعنى كلمة فخمة. راجل ما بيتكلمش في وسط المشاكل والمشاكل اللي كانت موجودة في نادي الزمالك. واحد هادي قدر ياخد دوري من الأهلي وبيراميدز، ويوصل نهائي الكونفدرالية، ويطلع الزمالك من أزمة كانت موجودة، اللي هو كان بيقول لك الزمالك هيقع هينزل درجة تانية. بس اسم بديل حلو ومحترم. هنشوف التجربة بتاعته هتنفع ولا لأ بعد ما يمسك ونشوف الموضوع دوت. خلينا كمان نتكلم النهارده عن ان الزمالك النهارده الاتحاد الدولي رفع قضيتين مهمين من نادي الزمالك، اللي كانوا النادي الاوكران اللي احنا شايرين منه بزير. الحمد لله النهارده الزمالك رفع عليه قضيتين، ما عادش ناقص الا تلاتة، والزمالك الحمد لله ماشي في في خطوات صح، وبيخلص القواضي اللي عليه. والنادي دوت كان ليه فلوس كتير والزمالك قدر يدفعها ويخلص. كمان الزمالك بيدفع لصلاح مصدق 400 ألف دولار زي ما احنا ماشيين. خلينا كمان نتكلم ان النهاردة الزمالك بيرفع يعني تظلم كده للاتحاد الدولي بسبب قضية معالي. النهاردة معالي بقى ليه 550 ألف دولار قبض باين سنة أو حاجة زي كده مع نادي الزمالك، بعد ما فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من جهة واحدة. هو اللي فسخ التعاقد، خلي بالك معالي ده هو اللي فسخ التعاقد مع نادي الزمالك من جهته بسبب ان المستحقات متأخرة وان هو ما كانش بيشارك مع نادي الزمالك، فاللاعب فسخ تعاقد. فنزل النهارده قضيه على نادي الزمالك ب 550 ألف دولار، فالزمالك لازم يدفعها. خلينا نتكلم بقى على اللاعب الكيني الغريب، اللاعب اللي دخل نادي الزمالك وهياخد مبلغ من نادي الزمالك، هو ما لعبش ولا مباراة. بس صدق ليه مباراة، اقسم بالله مباراة واحدة مع جوميز لعبها قدام النادي الاهلي، قطع النادي الاهلي. يعني دي المباراة الوحيدة اللي الواحد فاكرها. بس ازاي اللاعب دي دخل نادي الزمالك وعدى جدران نادي الزمالك وقع في 100 عقبة ولبس التيشيرت اللي انا لابسه ده اهو في نادي الزمالك؟ انا مش عارف. بس جوميز كان طلع منه حاجة، نبذة. كان بيرقص وربنا كان بيرقص في الماتش ده، كان بيعمل حاجات غريبة في نادي الزمالك. فهو لعب مباراة ومن يومها ما شفناهوش، وقال لك بقى نلعب صفقة ولعب هو دوت اللي هيجي ويغير. جوميز عمل منه حاجة. تخيلوا بقى ان جوميز ده لو كان فضل مع نادي الزمالك، بس ازاي هيخلوا مدرب بالامكانيات ديت موجود في نادي الزمالك؟ كان بيعرف يلعب الاهلي، كان بيعرف يطلع من اللعيبه في المباراه الكبيره كل حاجه حلوه. دي مش معناه ان هو معتمد جمال وحش او العكس، لا. تجربه الصراحه بتاع جوميز تاريخيه مع نادي الزمالك. خلينا نتكلم كمان ان الزمالك خلاص هيلعب في افريقيا زي ما احنا عارفين، وان القرعه هتكون يوم الخميس الجاي، وان الزمالك هيلعب الادوار التمهيديه. وكنا عندنا امل كبير ان الزمالك ما يلعبش في الادوار التمهيديه وانه يلعب على طول في المجموعات. بس الزمالك خلاص هيقع وهيلعب في الادوار التمهيديه. خلاص علاء رجب مدرب الاحمال بعد ما الزمالك كان مشاه احتمال كبير يرجع، بعد ما المدرب البرتغالي، الزمالك كان عاوز مدرب برتغالي اسمه كوستا يجي ويمسك هو مدرب الاحمال. بس الموضوع شكله فشل، وعلاء رجب دوت هو اللي هيرجع تاني.
خلينا نتكلم كمان عن أزمة حسام عبد المجيد. كان طلع كلام إن الفريق البلغاري دوت هيضحك على نادي الزمالك، وإن الزمالك له مستحقات وله فلوس. لا، الزمالك مخلص أصلا مع النادي البلغاري دوت، إن الفلوس أصلا على كذا قسط، والقسط بيقول لك الأولاني لسه ما جاش أصلا. كان بيقول لك كده إيه يا عم؟ ده إحنا اللي بنضحك على الناس، هيتعمل فينا اللي بنعمله في الناس هيتعمل فينا. بس الزمالك طلع ونفى الموضوع، وإن الزمالك خلاص ان شاء الله فلوس حسام عبد المجيد جايه جايه جايه، ما تقلقش. كمان موضوع احمد الجفالي بيقول لك ان هو لاعب لسه في تونس، وان هو بسبب اتاخر، يعني بسبب انتهاء صلاحيه جواز السفر، واللاعب هيكون متواجد مع نادي الزمالك في المعسكر. وان الراي الاول والاخير هيكون لمعتمد جمال. وان انا شايف ان هو من الصفقات المهمه اول نادي الزمالك الجفالي ده، ان لاعب يستمر مع نادي الزمالك، وبالذات ان هو بيلعب في الحته اللي قدام، وممكن يلعب جناح يمين جناح شمال، هيكون ما مساعد. ولما بزارة تدخله رقم 10 هو يلعب واحد، هيلعب عرضيات. كان بيقول لك هو دي الموهبه، وميدو اللي بيطلع الوقت ويقعد يزعق ويقول لك ان جون ادوارد فاسد، وانه ما انت اللي كنت جايبه وقلت احسن صفقه، وفي الاخر ده اتضحك علينا. الضحك علينا يا عم مين. ما تنساش اللايك والشير، وتعمل فولو للقناة عشان ننتشر كده ان شاء الله. يلا سلام.